هي ايه عدة الراجل؟ في البداية لازم تعرف ان الراجل ملوش عدة إلزامية زي الست، يعني مش بتحسب له مدة معينة يقعد فيها سواء بعد الطلاق أو بعد الوفاة، ولكن الشرع رابط بين الراجل وعدة مراته في بعض الظروف. الحالة الأولى لو الراجل طلق مراته طلاق رجعي بيكون لازم يستنى انتهاء عدتها اللي هي ال3 قروء قبل ما يتجوز أختها أو عمتها أو خالتها، إن الجمع بينهم محرم شرعا أثناء العدة. أما الحالة التانية في حالة لو زوجته ماتت، الراجل ما بيكونلوش عدة زي المرأة اللي هم ال4 شهور وال10 أيام، لكن بعض الفقهاء قالوا إن الأفضل إنه ينتظر فترة حتى تنتهي عدتها اللي هي عدة الزوجة المتوفية قبل الزواج بأختها حتى لا تختلط الأنساب. أما الحالة الثالثة ودي الحالة الأخيرة في حالة تعدد الزوجات، إن هو لو عاوز يتجوز الزوجة ال5 لازم يستنى لحد ما عدة المطلقة أو المتوفية تخلص علشان ما يكونش متجاوز العدد المسموح به في الشرع، بمعنى إنه لو طلق الرابعة لازم يستنى عدتها لما تخلص عشان يعرف يتجوز واحدة غيرها. يعني باختصار إن الراجل ملوش عدة زي الست، لكن الشرع ربط بينه وبين عدة مراته في مواقف معينة عشان يحافظ على الأحكام ويمنع اختلاط الأنساب. يعني قبل أي خطوة جواز جديدة لازم تعرف الحكم الشرعي كويس قوي عشان ما تقعش في أي غلط.